في جنازة عسكرية رسمية وشعبية مهيبة بمقر المقاطعة في رام الله، انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بحضور آلاف الحشود الفلسطينية التي قدمت من كل مدن الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في التشييع. وبعد أن ألقيت نظرة الوداع وأقيمت صلاة الجنازة عليه في ساحة المقاطعة، خرجت الجنازة إلى مقبرة الشهداء بمدينة البيرة وسط حداد شعبي وتجاري ورسمي سيستمر ل3 أيام نكست خلالها الأعلام. وأعلنت كل من بلدية بيت لحم وبلدية رام الله إطفاء شجرتي الميلاد وكافة زينة المدينتين حدادا على وفاة أبو عين. توقعاتنا على أن يكون هناك للجانب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية رؤية أخرى في إدارة الصراع والاشتباك مع الاحتلال. الخيار الأول والمتمثل والاستراتيجية الفلسطينية الآن جميعها تتمثل بالمقاومة الشعبية، ويجب أن تشتد وتستعر أيضا. توجه نحو الوحدة الوطنية، إسقاط الانقسام البغيض، أن نكون موحدين حول استراتيجيتنا البديلة وهي المقاومة الشعبية للاحتلال. مسيرة ضخمة ضمت كل الفصائل الفلسطينية التي توعدت بالرد وهتفت بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتوجه بملف الشهيد أبو عين إلى محكمة الجنايات الدولية مع إطلاق يد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية. ليس أول شهيد ولن يكون الأخير الذي أثبت همجية الاحتلال وجرائمه على مرأى ومسمع من العالم. جنازة مهيبة أجمع المشاركون فيها على ضرورة أن توقف السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال وتتوجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لتضع قضية استشهاد زياد أبو عين على سلم أولوياتها. وري الشهيد الوزير زياد أبو عين الثرى وترك وراءه الباب مواربا للقيادة الفلسطينية لتتخذ دورا جديا في التحقيق ومحاسبة الكيان. فنتائج التشريح الذي أجري بحضور أطباء فلسطينيين وأردنيين أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن استشهاد أبو عين. عملية الخنق اللي تعرض لها، عملية تعرض للغاز، وعملية الضرب على صدره أيضا، كل هذه الثلاث أمور أدت بشكل مباشر إلى قتله بشكل سريع جدا، وربما حتى لم يتسنى حتى نقله من مكان الحدث إلى المستشفى ووصل إلى هناك يعني في حالة وفاة. نتائج التشريح تستوجب وفق مسؤولين فلسطينيين عديدين عدم السكوت على جريمة الاغتيال، وبالتالي ينتظر من اجتماع القيادة الفلسطينية الخروج بقرارات تترجم بوقف التنسيق الأمني والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي حرب الاحتلال. رغد عطنا، فلسطين اليوم، رام الله، فلسطين المحتلة.